السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي احنا يا جماعة بنحرث الأرض ديت، الأرض اللي هتتزرع برسيم. طبعا أنا سويت التلات ترابيع دول في بعض. بعد ما سويت التلات ترابيع في بعض فسيبت مية في قلب الأرض غمر، سيتها مرتين. طبعا كان مزروع جرجير قبل كده فطلع الجرجير، وفي نفس الوقت بنرجع بقى نحرث. يعني احنا روينا عشان نثبت الارض ونجهزها لزراعة البرسيم. فاحنا حرثنا. طبعا لما بنحرث الجرجير بيتشال من جدره كده اهو، فما بيتعرض للشمس ويتعرض للهواء بيموت. فطبعا الجرار شغال بيحرث اهو 3-4 ايام، وبندي وش تاني او ممكن نكتفي بالوش ده. طبعا الجرجير ده بيبقى تسميد في قلب الارض، يعني بيخصب التربه وبيسمد التربه. وبنيجي المرحله اللي بعد ديت، بعد ما الارض تنشف كده بنجيب الليزر يعمل ليزر. طبعا انا كنت منزل سباخ. احنا فردنا نقله السباخ هنا اهي، فردناها كده بس يعني عشان تنشف شويه. انا طبعا جايب سباخ غنم وكان بقاله فتره مركون كمان. فده جهاز، ده الليزر، السباخ ده الليزر هيجي يفرده. ده السباخ اهو، ده كده السباخ. بيجي الليزر يفرد يلزر الارض. طبعا ان شاء الله هنزل سباخ هنا في بقيه الارض. وبعد ما بنعمل ليزر بنجيب، طبعا انا مجهز التقاوي. كنت زارع تربيعه وتربيعه برسيم وعاملها تقاوي. بيجي بعد كده بنجيب الستاره نحط في قلبها البذور، وتبدا هي تفرد البذور في الارض، او بنبدر التقاوي باليدوي وبنغطي عليها بالقصابيه او بالزحافه. طبعا كميه جرجير طالعه يعني كتيره جدا. اهو زي ما حضراتكم شايفين الجرجير هيطلع بجذور. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.